أدوار الفن كتيرة وأشكاله متعددة، فبجانب دوره الترفيهي اللي يعتبر الدور الأساسي ليه، في أفلام ومسلسلات كتيرة ألقت الضوء على مشاكل المجتمع وساهمت في تغيير بعض القوانين، زي القوانين الخاصة بالطلاق والخلع والسبقة الأولى، وكمان الخروج المشروط للسجناء ووصاية الأبناء وغيرها. فمن خلال الفن بيتم إبراز مشكلات المجتمع ووضعها في صدارة المشهد قدام المسؤولين. وفي عدد من الأعمال الفنية في مصر كان ليها دور كبير في تغيير القوانين بشكل يناسب مصلحة المجتمع. ومن أهم الأعمال دي فيلم جعلتني مجرما، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان ويحيى شاهين وإخراج عاطف سالم. والفيلم ده سلط الضوء على أزمة كل اللي ليه سابقة إجرامية في الحصول على فرصة عمل شريف علشان يبدأ حياة جديدة، لأن في الفيلم بيضطر فريد شوقي للانتقام من كل اللي ظلموه، وبيبقى مجرم بالاضطرار، وده بعد نبذ المجتمع ليه ورفضهم لمساعدته في فتح صفحة جديدة من حياته. وبعد الفيلم ده صدر قانون مصري بينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية علشان يعرف المخطئ يبدأ حياة جديدة. كمان اتسبب فيلم كلمة شرف للفنان فريد شوقي وأحمد مظهر ورشدي أباظة في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء في مصر. ففريد شوقي اللي كان محبوس ظلم في الفيلم طلب من مأمور السجن يخرج علشان يزور زوجته المريضة، واداله وعد وكلمة شرف إنه هيرجع تاني بعد 24 ساعة. لكن الرياح جت بما لا تشتهي السفن، وجه تفتيش مفاجئ على المساجين، وبتحصل مفارقات كتير لحد ما بيتمكن فريد شوقي من الرجوع للسجن تاني. وبعد عرض الفيلم ده تم إعادة صياغة القوانين واستحداث قانون جديد بيسمح للسجين بزيارة أهله في حالات محددة، زي حالات الوفاة أو الزواج أو غيرها من المناسبات. أما فيلم أريد حلا للفنانة فاتن حمامة والفنان رشدي أباظة فألقى الضوء على قضايا الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية، فلجأت بطلة الفيلم للقضاء علشان تتطلق من زوجها بعد ما رفض يطلقها، وبتتعرض لمجموعة من المشاكل والعقبات اللي بتمس كرامتها خلال إجراءات طويلة جدا ومعقدة. وبعد كل ده بيجيب الزوج شهود زور للمحكمة علشان يشهدوا ضد زوجته، فبتخسر القضية بعد مرور أكتر من 4 سنين. وساهم الفيلم ده في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع من زوجها، بعد ما فضلت زوجات كتيرة في مصر لعقود طويلة بيدوروا على حق الانفصال عن الزوج ويهدروا سنين عمرهم في الموضوع ده من غير أي فايدة. وللعلم قانون الخلع اتهاجم بضراوة في بداية طرحه وتنفيذه، لكن القانون كان ليه سلطة عليا وسيطرة كبيرة. وحاولت أعمال تانية كتيرة التطرق لموضوعات قانونية شائكة في المجتمع المصري، لكن للأسف ما حلفهاش الحظ بالاستجابة وتغيير القوانين. ومن الأعمال دي فيلم عفوا أيها القانون للفنانة نجلاء فتحي والفنان محمود عبد العزيز، واللي سلط الضوء على عدم مساواة القانون للجنسين في حالات الزنا والقتل، فاتحكم على بطلة العمل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة قتل الزوج بعد ما اتفاجئت بخيانته ليها مع واحدة تانية على سرها، مع ان في نفس الموقف لما يقتل الزوج زوجته المتلبسة بفعل الخيانة بيتحكم عليه بالسجن لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ. كمان فيلم أسفة أرفض الطلاق للفنانة ميرفت أمين وحسين فهمي، وحاول الفيلم إبراز فكرة تنفيذ الطلاق بحكم القضاء علشان يتساوى الزوجين قدام القانون ومفيش حد فيهم يقدر ينفرد بقرار إنهاء العلاقة لوحده. فرفضت بطلة العمل ميرفت أمين قرار زوجها بالطلاق ورفعت دعوى قضائية بترفض فيها الطلاق ده، وده اللي نادى بيه الرئيس السيسي من كام سنة لما أشار لعدم صلاحية الطلاق الشفهي والطلاق الغيابي وشاف ضرورة إلغائهم. أما مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي فحاول التركيز على إبراز مشكلات قوانين الوصاية في مصر واللي بتضر ملايين النساء والأطفال، فبينفرد والد الزوج المتوفي أو عم الأبناء في الوصاية على تركة الأبناء، بخلاف الأم اللي القانون ما بيديهاش أي شرعية على أطفالها الأيتام. وبعد عرض المسلسل ونجاحه الكبير حصلت مناقشات كتيرة في المجتمع المصري عن الموضوع كان أساسها البحث عن مصلحة الأبناء، لكن للأسف المسلسل والجهود والمناقشات اللي بعده ما عملتش أي نتيجة حقيقية في تغيير القوانين لحد دلوقتي. لو تعرفوا أفلام أو مسلسلات تانية ساهمت في تغيير القوانين اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة.